عارف ايه أصعب شعور ممكن تحس بيه يوم العيد؟ مش إن لبسك مش جاهز ولا إنك ما نمتش كويس أو إن صلاة العيد اتأخرت عليك. الصدمة الحقيقية هي إنك تحس إن رمضان خلص منك وإنت لسه واقف مكانك. في ناس اتغيرت وفي ناس اتعتقت وفي ناس اتقبلت وفي ناس بتقول لسه بكرة هبدأ، وانت للأسف الشديد منهم. النهاردة أنا مش جاي ألومك، أنا جاي أقولك إن لسه في وقت إضافي. إحنا داخلين على العشر الأواخر من رمضان، 240 ساعة اللي ممكن يحسموا ذنوب 20 سنة فاتت ويبنوا لك قصور في الجنة ل80 سنة جاية. ركز معايا في الكلمتين دول، لأن هما ممكن يكونوا في سبب تغيير قدرك وكمان حياتك. ليه ربنا ما خلاش رمضان كله بنفس الدرجة؟ ليه خلى الجائزة الكبرى في العشر الأواخر؟ وليه هما الكنز المفقود؟ علشان يختبر صدقنا. أي حد ممكن يتحمس أول يومين في رمضان، ودي أغلبيتنا، وأنا واحدة منكم اتحمست أول يومين في رمضان. الزينة لسه جديدة والفرحة في أولها، لكن البطل الحقيقي هو اللي بيكمل للآخر. النبي عليه أفضل الصلاة والسلام كان في العشر الأواخر يوقظ أهله ويحيي ليله ويشد مأزره. عارف يعني ايه يشد مأزره؟ يعني اعتزال تام لكل شهوات الدنيا، تفرغ كامل للملك سبحانه وتعالى. احنا بنتكلم عن ليالي فيها ليلة القدر، الليلة اللي الملائكة فيها بتنزل الأرض لدرجة ان الأرض بتضيء بيهم. الملائكة بتلف تدور على مين؟ بتلف تدور عليك انت، بتدور على حد بيقول يا رب علشان تأمن على دعائه. العشر أيام اللي جايين دول ما بيهربوش منك في المطبخ أو في النوم أو في الموبايل. دول محتاجين خطة عسكرية زي خطط الجيش كده اللي ما بتفلتش خالص. أولا، قاعدة ال3 ساعات الذهبية. أهم 3 ساعات في يومك، وهات ورقة وقلم كده واكتب معايا القواعد اللي هقولك عليهم دول. أولا، أهم 3 ساعات في يومك اللي هما ال3 ساعات الذهبية اللي قلتلك عليهم، هما قبل الفجر وقت السحور، والساعة اللي قبل المغرب اللي هي وقت الفطار، والساعة اللي بعد صلاة العشاء والتراويح. الساعات دي ممنوع فيها الموبايل نهائيا، دي ساعات خلوة مع ربنا. ادعي باللي نفسك فيه، ادعي بالمستحيل، اي حاجة مستحيلة مثلا ادعي بيها. اي حد قفل حاجة في وشك، لا انت رايح تدعي ربنا، رب المعجزات والمستحيلات. تاني قاعدة معانا تنوع العبادات. لو تعبت من القراءة اسمع القرآن الكريم، لو تعبت من الوقوف اقعد اذكر ربنا، لو تعبت من الذكر اقعد ادعي. المهم ما تخرجش بره دايرة العبادة دي. خلي لسانك شغال، استغفار، تسبيح، صلاة على النبي، حوقلة. وهقول لكم سر حصل معايا انا شخصيا. كنت مرة طالبة دعاء من ربنا، كنت بدعي بيه كتير جدا 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 لدرجة ان انا يأست من ان انا ادعي، يعني حاشا لله. بس الشيطان تمكن مني واليأس تمكن مني. فكنت في يوم من الايام في درس، من درس فرنساوي، وربنا ألهم مدرس عندي ان هو يقعد يحكي معانا في نص الدرس كده، ويقول عارفين ان انا لما كنت عايز حاجة من ربنا وكنت شايف ان هي مستحيلة وشايف ان هي ما تحصلش، كنت بقول لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. وبعد كده بيبقى عندي يقين شديد جدا بالله ان الحاجة دي هتتحقق. فانا خدت الكلمتين دول، وقلت له ان انا بجد ان انا هجربهم. وبعد 8 ايام انا رحت له قلت له فعلا الدعاء بتاعي اتحقق بعد 8 ايام بالظبط. رغم ان كل الابواب اتقفلت في وشي وكل الناس قالوا مستحيل ومستحيل يحصل، لكن صدقوني بعد 8 ايام بالظبط اتحقق دعائي بسبب كلمة لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. تخيل بقى، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم دي في العشر الاواخر من رمضان. وتعالى ندخل بقى على السر في الخفاء. اعمل عبادة ما يعرفش حد عنها غير ربنا سبحانه وتعالى. اتصدق كده بمبلغ بسيط من ورا أهلك، ساعد حد محتاج في السر، صلي ركعتين في أوضتك والناس نايمة. الخيبة دي أو الخبية دي هي اللي بتنجي وقت الشدة. فقه الدعاء، ازاي بقى تخلي دعائك مستجاب؟ كتير مننا بيقول انا دعيت وما حصلتش اي حاجة في العشر الاواخر. انت محتاج تدعي بيقين المحتاج. عارف الغريق كده اللي بيتعلق بقشة؟ ادعي ربنا وانت حاسس ان مفيش اي حد ومفيش اي منجي غيره، مفيش اي عبد هيقدر ان هو ينجيك غير ربنا سبحانه وتعالى.
ركز في الترتيب ده في دعائك. ابدأ بالثناء على ربنا: يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. تاني حاجة صلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، لأن الصلاة عليه مقبولة جدا، والدعاء بين الصلاتين على النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد. اعترف بذنوبك: يا رب أنا قصرت، يا رب أنت الكريم، يا رب اغفر لي. اطلب بقى كل اللي نفسك فيه، من أول يا رب ارزقني الجنة، وربنا يا رب يرزقنا أنا وإياكم الجنة والفردوس الأعلى من الجنة، لحد يا رب نجحني في الامتحان. ربنا بيحب يسمع تفاصيلك. قول يا رب ارزقني. وفي دعاء جدا أنا مستمرة عليه من أول رمضان، وهو: اللهم افتح لي باب رزق لم أكن أتوقعه ولم أكن أتخيله يا رب العالمين. ليلة القدر، الليلة دي بقى هي اللي هتغير لك سيناريو حياتك كله. شفت كده المخرج لما بيغير السيناريو بتاع المسلسل كله بموت البطل، او حد كده بتحصل مفاجأة كده في النص بتغير السيناريو كله، بتغير احداث المسلسل كلها؟ هي دي بقى الحاجة او الليلة اللي هتغير لك حياتك كلها. تخيل معايا ان النهارده ليلة القدر، والملائكة بتكتب اقدار السنة الجاية. هتكتب مين فينا هينجح، هتكتب مين فينا هيبقى غني، مين هيتجوز، مين هيرزق، ومين لأ لا قدر الله هيموت. ربنا يعطينا ويعطيكم الصحة وطول العمر. ده الوقت المناسب ان انت تكون واقف على سجادتك وبتقول دعاء: يا رب غير قدري للأحسن يا رب. ربنا يغير قدرنا جميعا للأحسن. ليلة القدر مش محتاجة علامات في السماء علشان تعرفها، هي محتاجة قلب حاضر. لو حسيت بخشوع ودموعك نزلت وقلبك ارتاح، اعرف ان انت غالبا وقفت في ليلة القدر. كرر فيها: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. الكلمة دي كان الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام كان يدعو بها في ليلة القدر. الكلمة دي لو اتقبلت منك، دي بقى صك الغفران بتاعك. لو انت بتسمعني دلوقتي وحاسس بكسل او حاسس ان انت ذنوبك كتير ومستحيل مستحيل ربنا يتقبلك في العشر الاواخر، صدقني خليني اقولك قصة قصيرة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في الحديث القدسي: من تقرب لي شبرا تقربت اليه ذراعا. انت بس خد الخطوة ومتوضى وصلي ركعتين دلوقتي. ربنا مش مستني منك الكمال، لان مفيش فينا اي حد كامل. ربنا سبحانه وتعالى مستني منك الإقبال. العشر الأواخر هم المستشفى اللي احنا بنتعالج فيها من أمراض قلوبنا. ما تخرجش من المستشفى وانت لسه تعبان وانت لسه نفسك في حاجة. وفي النهاية تعالى أقولك رمضان ضيف خفيف علينا، جه بسرعة وبيمشي أسرع. أنا لسه فاكرة أول يوم في رمضان كأنه امبارح، لسه فاكراه بتفاصيله وعملت إيه من أول يوم. ما تبقاش الشخص اللي بيندم ليلة العيد ويقول يا ريتني يا ريتني دعيت ويا ريتني عملت. خليك الشخص اللي ليلة العيد بيحمد ربنا وهو حاسس بانتصار حقيقي. العشر الأواخر هي فرصة، الفرصة دايما مش بتتكرر صدقني. ربنا يبلغنا ويبلغكم شهر رمضان، هو يبلغنا ويبلغكم ليلة القدر، ويجعلنا فيها من المقبولين ومن عتقائه من النار. وحاول تختم القرآن الكريم في الأيام دي في العشر الأواخر، حاول تختمه. لو حسيت إن الكلام ده لمس قلبك، شارك مع حد بتحبه، لعل كلمة منك تكون سبب في هدايته وتاخد انت ثواب عبادته في الليالي دي. أتمنى من الله عز وجل إن الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش تشوفوا فيديوهاتنا اللي فاتت، وما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.